السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الواقعة اللي هنتكلم عنها النهاردة حصلت في اسكندرية في محرم بيك. عيل عنده 7 سنين عايش مع أمه ومع أبوه. الولد ده اسمه حمو. طبيعي جدا إن هما بيروحوا عند خالتهم، يروحوا عند جدتهم، أو ممكن خالتهم تيجي عندهم، يعني زيارات عائلية. في اليوم ده كانت خالتهم عندهم في البيت، يعني أخت مامته كانت عندهم في البيت هي ومعاها ولادها، وقاعدين بقى فرحانين وبيلعبوا طول النهار. مامته نزلت علشان خاطر تجيب حاجات من السوق. شوية أبوه رجع. الزوج لما رجع بيسأل أخت مراته أمال هي فين؟ قالت له دي نزلت السوق. والعيال فين؟ قالت له ناموا. العيال طبعا بيلعبوا، والعيل الأول على طول ما بيحط راسه على المخدة في ساعتها بينام من كتر التعب بقى واللعب. تلاقي العيل ممكن في وسط اللعب كده مرة واحدة نام. فالعيال المهم ناموا، مفيش حد فيهم صاحي. شوية حمو ده اللي عنده 7 سنين قام من النوم فجأة كده. الله أعلم بقى داخل المطبخ عشان خاطر يشرب ولا حاجة، ولا أي يشوف حد من ولاد خالاته صاحيين يلعب معاه. دخل المطبخ لا أبوه والعياذ بالله بدون ملابس خالص، ونفس الكلام خالته، الاتنين في وضع مخل في المطبخ. لما شافهم كده قال لابوه انتوا بتعملوا ايه؟ قالوا لا بس خالتك تعبانه فانا يعني مهم. الراجل اتبرجل. الواد خد بعضه راح داخل الاوضه، راح هابد الباب جامد. هما كده فهموا ان الولد فهم. قالوا طب وبعدين الولد كده فهم الموضوع، احنا خايفين، انا خايف احسن يقول حاجه لاختي. قال لها ما تخافيش. المهم الراجل قام الشطف، وهي نفس الكلام، ده على حد اقواله بالظبط. دخل لقى ابنه نام. اتأكد ان هو نام، بيقولك قفلت الأوضة ودخل المطبخ تاني هو وهي، والعياذ بالله يكملوا. مفيش استحياء أبدا. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدين بعد بقى خلاص ما خلصوا وقاموا واستحموا، مراته جت ولا كأن في أي حاجة حصلت. بس بقى الراجل بقى قلقان، وكمان أخت الزوجة أختها قلقانة. وبعدين أنا خايفة لحسن الواد يقول لي حاجة لأمه. لا ما تخافيش انا هتصرف، بكره الصبح هتصرف. حصل حقيقي. تاني يوم الصبح خد الواد وقال له تعالى عشان خاطر نتفسح يا حمى انا وانت. خرج. هما الاتنين قعدوا على الكافيه. فقالوا انت كنت امبارح بالليل كنت صاحي يا حمو؟ بيشوف بقى الواد فاكر ولا لا. قال له اه انا قمت كنت صاحي وشفتوك انت وخالتي في المطبخ انتوا الاتنين. هو انت متخاصم مع ماما ولا ايه؟ واللي انتوا كنتوا بتعملوا انتوا الاتنين ده؟ قال له لا دي هي كانت تعبانه بس، وانا كنت يعني ايه، وكانت زعلانه مني فكنت بصالحها. قال له لما حد يزعل معايا اصالحه بالطريقه دي؟ ايه يا بابا، ينفع اللي بتعمله ده؟ حس ان هو بيتكلم مع واحد كبير. بيقول لك خد الواد وقعد يلف بيه على ترعه والتانيه ملاحه. يروح ملاحه يلاقيها مش غويطه، يقول لك الناس طبعا شايفين هو ماشي بابنه. يروح مكان طبعا يمشي في مكان تاني يلاقي فيه ناس. يروح مكان تالت يلاقي فيه واحد ولا اتنين، لغاية ما راح في ترعة. والولد قال له ممكن انزل العب هنا يا بابا شوية؟ قال له انزل. وهنا الاب مسك ابنه وزقه في مكان غويط وسابه لغاية ما غرق. الحقني يا بابا الحقني يا بابا. بقى شايف ابنه هو بيغرق ولا سأل فيه لغاية ما اتأكد ان هو غرق. ورجع البيت وقال لي بقى اتصل بمين؟ باخت مراته، وقال لها خلاص. خلاص ايه؟ قال لها خلاص هو كده ايه، مفيش حد هيتكلم عننا تاني. ايه اللي حصل؟ قال لها اللي حصل طبعا. قالت له الله يعوض عليك يا ابني يا هو الله اعلم بقى اسمه ايه. آه. قالت له الله يعوض عليك ولا تزعل. تزعل ليه؟ يعني العيل يتعوض يا حبيب قلبي. هتجيب واحد واتنين وتلات، لكن احنا كنا هنتفضح، وانا كنت هتطلق من جوزي، وانت مراتك لو عرفت كون بيتك هيتخرب. معلش خلاص على كده. لغاية ما الجثة طفت فوق المية. وهنا الأم كانت عاملة بلاغ في الاسم، هو وهي طبعا راحوا عملوا بلاغ في الاسم بتغيب الواد. هنا بقى الشرطة دورها بقى هنا. لما الجثة طفت على وش المية
بيشوفوا طبعا محاضر الناس المبلغين على تغيب. ده ابن ابنك، هو ده ابني. هنا الناس طبعا والتحريات بتاعت الشرطة، الناس قالوا ايه؟ ان احنا شفناه مع ابوه كان ماشي في المكان دوت. واحد تاني قال كان شايفه بيقرب من الترعة ديت. هنا بدأوا يحققوا مع ابوه، ينكر لغاية ما طبعا الضغط عليه اعترف وقال كل حاجة، ان هو كان على علاقة بخالته وان الواد شافنا وانا خفت ان هو يفضحنا. لفيت بيه في ترعة والتانية والتالتة في كذا ملاحة، حسيت ان هي مش غويطة لغاية ما رسيت على المكان ده وسبته يغرق عشان خاطر ما تفضحش. تم القبض على ابوه واتحكم عليه زي ما حضراتكم شايفين بالاعدام، لان هو هنا بيت النية على قتل ابنه. ليه؟ عشان خاطر خايف ان هو يفضحه، خاف من عيل صغير وما خافش من ربنا عز وجل. لله الامر من قبل ومن بعد. بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.